عملها ازاي ابننا المصري الايجيبشيان ليج اهو يا جماعة. اهو محمد صلاح ابننا المصري الايجيبشيان ليج يا جدعان، وخد السيلفي اهو. احلى سيلفي ده ولا ايه؟ محمد صلاح رسميا ونادي ليفربول لقب البريمير ليج العشرين يعادل مانشستر يونايتد كالنادي الأعلى تتويجا بلقب البريمير ليج للدوري الإنجليزي للمرة العشرين في التاريخ. ليفربول يحقق البريمير ليج للمرة العشرين بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح ابننا باحلى ختام، وهي ختام الصوره السيلفي. لو وصلك الفيديو خش اعمل سبسكرايب للقناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد اول باول. فيلا بينا نبدا في ادهم في الملاعب. طيب رسميا نادي ليفربول يحقق اللقب البريمير ليج العشرين في تاريخه، ويعادل مانشستر يونايتد كالأعلى تتويجا بلقب البريمير ليج في الدوري الإنجليزي. ليفربول يعادل مانشستر يونايتد ويناطحه رأسا برأس 20 لقب على رأس قائمة ترتيب الأكثر تتويجا بالبريمير ليج بقيادة ابننا الفرعون المصري محمد صلاح، وتتويج برشلونة بكأس ملك اسبانيا بأولى ألقابه في الثلاثية المنتظر على الغريم التقليدي ريال مدريد. طب نبدأ بليفربول. ليفربول ختمها يعني وختامها مسك زي ما بيقول خماسية 5-1 على أرضك في ملعبك في الأنفيلد، بتحتفل بتتويج الدوري الإنجليزي في أرضك وسط جمهورك. احتفالية والأجمل من كده اللقب العشرين اللي كان منتظر قبل كده من جيرارد لولا الزحلقة والحاجات اللي كل الصراعات دي جماهير ليفربول وجماهير مانشستر يونايتد اللي هم كانوا بيخشوا فيها، كان دايما جماهير مانشستر يونايتد يقول لا احنا 20 انتوا 19 الكلام ده كله. محمد صلاح ارقام مرعبه ومذهله، ارقام مجنونه بمعنى الكلمه. انت بتتكلم ان محمد صلاح السنه دي في الدوري الانجليزي بيساهم يعني بحوالي 30 هدف. محمد صلاح 30 هدف يا جماعه، 28 هدف، 28 هدف وصناعه اهداف 18 هدف. انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في 40 مساهمة. 40 40 مساهمة ايه ده؟ انت كده 40 46 مساهمة. لا 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 28 38 40 46 مساهمة، ولسه يعني فاضل ماتشات، لسه فاضل له كام ماتش ممكن يقفل ال 50. عندك واحد اتنين تلاتة أربع ماتشات في الدوري الإنجليزي. لا ممكن يجيب محمد صلاح دلوقتي هو اللعيب المحترف اللي هو من خارج إنجلترا هو الأعلى تهديفيا في تاريخ الدوري الإنجليزي، فضل شراكته مع الكون أجويرو. محمد صلاح هو الهداف التاريخي البريمير ليج الاجنبي. تاريخ البريمير ليج يعني مش انجلترا، يعني مش انجليزي من بره انجلترا جنسيته يعني. فانت بتتكلم ان هو دلوقتي في التوب فور في تاريخ هدافين البريمير ليج. محمد صلاح بيكسر كل المقاييس. كان ينقصه السنه دي هو دوري ابطال اوروبا، كان هنلاقي معاه بلندور في الاخر. نادي ليفربول هل استطاع التتويج بدوري الانجليزي بسبب قوته ولا بسبب ضعف منافسيه؟ الحقيقه هي معضله تجيب الناحيتين، يعني تجيب الناحيتين ان هم بسبب قوته، مش قوته الخارقه برضه يعني، لا كان في تذبذبات بس كان ممكن المنافسه تبقى اشدد من كده لو ارسنال كان كل تركيزه واهتمامه في الدوري الانجليزي. لكن احنا شفنا ارسنال بيستسلم السيتي باي باي كامبورا السنه دي، خلاص مفيش حد تاني، الباقي بقى نوتنجهام فورست تشيلسي يعني بيكونوا فرقهم. لسه ما شفناش الصوره كامله. فانت ارسنال المنافس الوحيد بتاعك هو اصلا ضربته اصابات كتير، ضربته تذبذبات في سوء المستوى والنتائج في الدوري، صب اهتمامه كله على دوري ابطال اوروبا، وبقى حلمهم دلوقتي هو دوري ابطال اوروبا. فمع بقى
تركيز لاعبي ليفربول ان هم متصدرين من الاول وعينهم على اللقب ال20 والحماس بقى وان ارن سلوت لسه جاي، ففي عوامل كتير ودوافع كتير خلت ان ليفربول بفارق كبير جدا عن بقيه منافسيه في الموسم ده. فليفربول يعني انا كلنا فرحانين ان طبعا ابننا المصري محمد صلاح سبب في تتويج ليفربول، وكلنا فرحانين بالقصه دي. ننقل على كلاسيكو الارض. برشلونه قضى على ريال مدريد. خلاص ريال مدريد هيطلع بموسم صفري، وبرشلونه ممكن يحقق ويكتب تاريخا جديدا بثلاثيه، والثلاثيه هتبقى سداسيه معروفه بنسبه كبيره جدا. بس لسه هنشوف، لسه الايام جايه. بس برشلونه السنه دي مرعب. عاد لكم الكتالون يا ساده، هذا عصر برشلونه. خلاصه ريال مدريد كل الحاجات دي بقى على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك كوميكات والحاجات دي. ففعلا هل عاد عصر برشلونه؟ هل من الموسم ده من السنه دي هل ده هو عصر الكتالوني برشلونه على يد المدرب المخضرم هانز فليك، اللي انا واحد من الناس كان نفسي تاني مع بايرن ميونخ. هانز فليك في تاريخ تدريبه 7 نهائيات، 7 نهائيات، وفي السبعه 7 من 7، ما خسرش ولا نهائي. الراجل ده في كل نهائي راح منذ توليه اي نهائي وصل له هو كسبه، ما خسرش ولا نهائي. 7 من نية فذة، ان هو مفيش استسلام. انا في عز يا جماعه، يعني الجون الاول بتاع بدري ده جون بتاع غداره انيستا بالظبط اللي عمله مع تشيلسي، بس جون من ريحه الزمن الجميل يا جماعه، اللي هو يمين يامال هوب رجع لورا القادمون من الخلف، والواد لفها لفه جاتوه من بره لجوه. يعني هي ده الجون اهو، هو الكره جت كده كده من بره لجوه. فانت بدري لا 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 ولا اروع من كده بصراحه يعني. الجون الثاني بقى، الجون الثاني 2-1 لريال مدريد، شخصيه البطل، وقلنا خلاص عاد لكم ثالث وبتاع. انا خلاص تيقنت هذا، مفيش سيناريو جه في دماغي غير ده. انما بخطأ، بخطأ من كورتوا محمد الشناوي اللي واقف لريال مدريد ده، وروديجير اللي هو رامي ربيعه، خطأ كبير جدا ما بينهم الاثنين. انت كورتوا من امتى وانت بتطلع على كور؟ والله بجد لا جاوبني بقى يعني، عشان انا جاوب من امتى انت كورتوا بتطلع على الكور دي؟ انت على طول واقف حارس حارس قديم كلاسيكي، بتقف على خط الجون ال6 يارده بتطلع قدام، ما بتطلعش بره منطقه الجزاء. ايه اللي طلعك في الكوره دي؟ وخصوصا ان روديجير مع فران توريس ما كانش عارف يعمل بيها اي حاجه. لا انت طلعت كلك لبسك مع روديجير، حط الكوره 2-2، مفيش استسلام، يلا يكسر تايم، خطفوكوا بجون كوندي اللي في الاخر قذيفه ارضيه، خلص الكلام. نهوا على، خلاص ريال مدريد انتهى الموسم ده. في ناحيه ريال مدريد هو كيليان امبابي الوحيد اللي فاز انه سجل وعمل قلق ولعب عمل اللي عليه. انما انت كارلو انشيلوتي خلاص، خلاص انت كتر خير ابطال اوروبا، انت اللي عملت كل حاجه، فانت خلاص مهمتك خلصت لحد، خلاص انتهى على يد برشلونه ولامين يامال، على على يد الجيل الجديد والجيل اللي قد يكون ذهبي لنادي برشلونه، بيدري ولامين يامال وجافي وكل دول مستقبل برشلونه. هو رافينيا وقائد وشخصيه التحول اللي اتحولت له، والمنافس الاوحد على البلندور، البلندور هو رافينيا. تخيلوا يا جماعه رافينيا اللي كان بياخد كميه شتايم الموسم اللي فات وجاي من ليدز يونايتد ب 60 مليون، مفيش غيره يا جماعه. برشلونه السنه دي قوي جدا 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 جدا، وفي ال4 فرق بتوع دوري ابطال اوروبا
هتقول لي مين النسبه الاكبر فيهم الاربعه؟ اقول لك برشلونه 60% بفارق عنهم الثلاثه، والثلاثه التانيين متساويين. انتر، ارسنال، باريس 50 50 50، كلهم متساويين في حظوظهم ان هم يروحوا النهائي. برشلونه الوحيد اللي فارق عنهم الثلاثه. الماتش العقل اللي بيقولوا كده بسلاح برشلونه. انا كنت عامل عليه فيديو، خشوا شوفوه من حوالي شهرين او من شهر. هسيب لكم اللينك بتاعه برضو على الفيديو. كنت عامل فيديو مخصوص تحليلي عن لعب برشلونه، اسلوب هانز فليك الموسم ده، الاسلوب الفتاك الخطير اللي بيجيب اجوان باقل عدد من اللمسات. ممكن من لمستين ثلاثه برشلونه جاب جول. انت متخيل عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، من لمستين ثلاثه برشلونه بيجيب جول؟ مش ها وباص ورجع وشو وفي الاخر مفيش. فاشوفكم في حلقه